ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلص وداخلين على العيد. يا رب عيد سعيد عليكم وكله فرح وكله هنا يا رب بإذن الله. ويا رب رمضان الجاي نكون في أحسن حال يا رب. طيب، عايزين المكتسبات اللي احنا اكتسبناها من رمضان نكمل بيها بقية السنة إن شاء الله لحد رمضان الجاي، على مستوى العبادات وعلى المستوى الشخصي. على مستوى العبادات، حاولوا العبادات اللي انتوا كنتوا بتعملوها في رمضان نقعد كده مع نفسنا ونشوف ايه اللي نقدر نكمل بيه. مش لازم بنفس المقدار، بمقدار ممكن يكون اقل شوية، بس نلزم نفسنا على الاقل بيه يوميا ان احنا نقدر نعمله. طيب، على المستوى الشخصي او المستوى النفسي، كنا اتكلمنا مع بعض في 4 مواضيع. الموضوع الاول فكرة التوازن ما بين العطاء وما بين الطلب، وازاي ان انا اتعود ان اطلب، وازاي ان ربنا بيسخر العباد من حواليا ان هم يساعدوني، وازاي ان انا اغير بدل ما اقول يا رب مش عايزة حد يساعدني، ان انا اقول يا رب خلي يسر لي الناس او خلي حواليا الناس اللي يقدروا يساعدوني. تاني حاجة اتكلمنا فيها فكرة الكرم، ان زي ما انا كريم مع الاخرين اكون كريم مع نفسي، وان انا اعطي لنفسي. تالت حاجة اتكلمنا فيها هي فكرة ازاي ان انا اقدر اختلي بنفسي واقعد مع نفسي واتكلم مع نفسي، ولغة الحوار بيني وبين نفسي هل لغة كلها لغة عتاب ولوم، ولا لغة يعني حاجات كويسة وحاجات مش كويسة. بتكلم مع نفسي ازاي، وبقعد مع نفسي قد ايه، ولا بقعد اهرب من ان انا اكون قاعدة مع نفسي وقت كافي. كمان اتكلمنا في فكرة ان كل شيء ليه قدر وليه مقدار، كل شيء بينتهي زي ما هو ليه بداية ليه نهاية. زي ما كان في شهر رمضان في اول رمضان بيخلص، وهيجي العيد والعيد هيخلص، وكل حاجة في حياتنا ليها وقت ليها مقدار. ازاي نتعامل مع الفكرة دي، ازاي الفكرة دي يبقى عارف ان كل شخص في حياتي وكل موقف في حياتي هو هيعدي وهو هيمر. مش معناه ان انا ما احبش الناس اللي حواليا، بس ابقى فاهم ان الناس اللي حواليا ليها دور، ليها وقت معايا، وانا كمان ليا دور وليا وقت معاهم. ما تشبثش بفكره ان دول هيفضلوا معايا على طول. يا رب ان شاء الله يفضلوا معايا على طول، بس وارد ان هم ما يفضلوش معايا على طول. يبقى فيه توازن، يبقى حتى الفكره موجوده مقبوله، بما ان كل شيء ليه بدايه فاكيد يكون ليه نهايه. طيب، الحاجات اللي احنا اكتسبناها دي او ال4 نقاط دول ازاي نحافظ عليهم وازاي نكمل بيهم فيما بعد رمضان؟ نمسك كده ورقه وقلم ونكتب هنعمل ايه في نقطة التوازن وفكرة الطلب من الاخر. هل زي ما انا بدي الاخر بعرف اطلب ولا لا؟ طيب، لقيت نفسي بعرف اطلب. طيب، النقطة اللي بعدها فكرة ان انا بقعد مع نفسي. بقعد مع نفسي قد ايه؟ لازم يوميا، لازم اسبوعيا اقعد انا ونفسي واشوف لغة الحوار واصلح لغة الحوار. كأني بالظبط بحاول اتعرف على صديقة جديدة او على شخص جديد، وبشوف لغة الحوار بيني وبين نفسي عاملة ازاي، انا شايفة نفسي ازاي، الاستحقاق عندي اخباره ايه. كمان حاجة تالتة اللي هي فكرة ان انا ابقى في توازن ما بين ان انا بعطي وان انا باكرم الاخرين، وابدا باكرام نفسي. طب انا اكرمت نفسي ازاي؟ من الحاجات اللي انا اقدر اكرم نفسي فيها ان انا ابعد عن الاذى، ده اكرام للنفس. ان انا اشوف احتياجاتي واحاول قدر المستطاع ان انا البي احتياجاتي بنفسي قدر المستطاع. مش معناه ان انا هلغي الاخرين، ولكن هعمل توازن. انا جيد، ناس معايا هكون افضل، بس لو مش موجودين فانا برضو كويس. مش هما مش موجودين انا هقع. فكرة التوازن في الحتة دي مهمة جدا. فكرة ان انا الحاجات دي لو انا كتبتها في ورقة وشفت انا وصلت فيها لفين، انا محتاج اوصل فيها لفين، انا كل يوم هعمل ايه في كل نقطة من النقط دي، ده هيساعدني ان انا اكمل باللي انا اكتسبته مع العبادات. الاتنين دول مع بعض هيساعدوني ان انا اقدر اكمل الحاجات اللي انا اكتسبتها في رمضان. ما يبقاش رمضان على قد رمضان وخلاص، وابدا تدريجيا ما اعملش حاجه ورا حاجه ورا حاجه لحد لما اجي ابص الاقي نفسي خلاص مش بعمل اي حاجه من اللي انا استفدت فيها في رمضان. نحاول قدر المستطاع الحاجات اللي اكتسبناها في رمضان نكمل بيها، ونلزم نفسنا يوميا بحاجات معينه نعملها، منها ان احنا نستغل وقتنا في حاجه جيده، منها ان احنا نكون في تواصل مع نفسنا وتواصل مع ربنا، منها ان الحاجات اللي انا تعبت عشان اعملها في رمضان ما تروحش كده هباء وارجع اعيد من الاول تاني. عيد سعيد يا رب. اتمنى اشوفكم على خير. كانت معاكم لايف كوتش شيماء حازم.